السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة معلوماتك اليومية. في وسط الصحراء والجبال، وسط الضلمة والغموض، في مدينة بتتحكى عنها الأساطير بقالها سنين طويلة. مدينة مش زي أي مدينة، لأن اللي بناها مش بشر. بيقولوا إن النبي سليمان عليه السلام أمر الجن يبنوها. مدينة مليانة أسرار وكنوز وحاجات مش طبيعية. بس يا ترى هل المدينة دي بجد ولا مجرد خرافة قديمة؟ وهل فعلا في ناس اختفوا وهم بيحاولوا يوصلوا لها؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة النهاردة. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. حكاية المدينة وصل للأسطورة. أول مرة سمعنا عن مدينة جن سليمان كان من آلاف السنين في كتب التاريخ القديمة والأساطير اللي بتحكي عنها قدرات النبي سليمان الخارقة، وإنه كان ليه جيش من البشر والطيور والجن، وبيقولوا إنه استخدم الجن في بناء مدن وقصور عظيمة، ومن ضمنها المدينة اللي اختفت فجأة. المكان اللي بيتقال إن المدينة كانت فيه مش محدد، في ناس بتقول اليمن، وناس بتقول عمان، وناس بتقول في الصحراء العربية، لكن في أماكن فعلا بتحمل آثار غريبة وكأنها مش من صنع البشر العاديين. هل ممكن تكون المدينة دي لسه موجودة؟ البحث عن المدينة والأدلة العلمية. الموضوع مخلصش عند الأسطورة وبس، لأن في علماء آثار ومستكشفين قرروا يدوروا على أي أثر للمدينة دي، ومن هنا بدأت الرحلة الغامضة والقصص اللي اتحولت لمرعبة. في سنة 1992 بعثة علمية أمريكية استخدمت صور الأقمار الصناعية ولقوا حاجات غريبة في صحراء عمان، آثار لمدينة مدفونة بالكامل تحت الرمل وكأنها اتدمرت بفعل قوة مش طبيعية. ناس قالت إنها مدينة إرم ذات العماد، وناس قالت إنها بقايا من مدينة جن سليمان. بس السؤال اللي محدش قدر يجاوب عليه، لو كانت دي المدينة فعلا، ليه اختفت بالشكل ده؟ وهل الجن ليه علاقة بالموضوع؟ القصص المرعبة والاختفاء الغريب اللي زود الغموض حوالين مدينة جن سليمان هو القصص اللي بتحصل لأي حد بيحاول يقرب من المكان. ناس بتحكي عن أصوات غريبة بتسمعها في الصحراء بالليل، أبواب لكهوف بتتفتح وتتقفل لوحدها، وأغرب حاجة اختفاء ناس من غير أي تفسير. وفي سنة 2001 فريق من المستكشفين الأوروبيين قرروا يدخلوا واحد من الكهوف القريبة من المكان اللي بيتقال إنه المدينة المفقودة، وبعد ما دخلوا مرجعش منهم غير 2 بس، وقالوا إنهم حسوا بوجود كائنات غريبة وسمعوا همسات مرعبة، وكان في حاجات بتتحرك في الضلمة. هل دي مجرد هلوسة ولا في سر خطير محدش قادر يفسره؟ القصة دي حقيقة ولا خرافة؟ بعد كل القصص دي بيجي السؤال المهم، هل مدينة جن سليمان حقيقة ولا مجرد خرافة؟ لو بصينا للآثار الغامضة اللي موجودة في العالم هنلاقي أماكن فعلا صعب تفسيرها، زي معابد ضخمة مبنية بحجارة وزنها أطنان، كهوف منحوتة بدقة غريبة، ومباني عمرها آلاف السنين لسه محدش فاهم اتبنت ازاي. فهل الجن كانوا موجودين وبجد ساهموا في البناء ولا دي مجرد مبالغات؟ بغض النظر عن المدينة دي حقيقة ولا خرافة، أكيد العالم مليان أسرار لسه ما اكتشفناهاش، وإحنا كل يوم نتعلم حاجة جديدة عن التاريخ والأماكن اللي كان ليها تأثير كبير على الحضارة القديمة. لكن السؤال اللي هيفضل موجود، هل في أماكن لسه الجن عايشين فيها؟ وهل ممكن حد يلاقي مدينة جن سليمان في يوم من الأيام؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشاركنا رأيك في التعليقات. هل تعتقد إن مدينة جن سليمان موجودة؟ لو عندك قصة عن أي مكان غامض تاني حابب إن احنا نتكلم عنه اكتبه لنا في التعليقات. أشوفكم في الحلقة الجاية من معلوماتك اليومية.